أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. النهاردة هنحضر مع بعض بيتزا العيش البلدي. حاجة كده لجوع آخر الليل، بس إيه تحفة وريحتها تجنن. وطعمها بقى مش قادرة أقول لكم على جمالها. إحنا كلناها بعد التصوير على طول، في أقل من 5 دقايق هيبقى عندنا البيتزا الحلوة دي. ممكن ندخلها الميكرويف لمدة دقيقتين، وممكن نعملها في الفرن ونشغل الفرن من فوق بس ما نشغلهوش من تحت. 5 دقايق ونطلع الجمال ده كله. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويلا بينا نعملها بسرعة. محتاجين رغيفين من العيش البلدي. أول واحد هندهنه كده معلقة زبدة صغيرة ونرش عليه رشة من الزعتر، وبعدين نحط عليه شوية جبنة عشان الرغيفين يلزقوا في بعض. تمام. وبعدين معلقة صغيرة من الكاتشب اللي احنا كنا عاملينه في القناة، وبعد كده رشة من الموتزاريلا، وحبة كمان من الزيتون، وطماطم مكعبات، وشوية كده من الفلفل المجبل، وشوية كده من الموزاريلا تاني، وحتة جبنة تركي كانت عندي في التلاجة وشوية من حبة البركة، وشوية زعتر تاني. بس كده بقى عندنا أحلى بيتزا. بصوا الجمال بقى بعد ما طلعت، حاجة كده مش قادرة أوصف لكم جمالها ولا ريحتها يا جماعة. والله العظيم 3 تحفة. تحفة. بصوا بتقع مني ازاي، طرية جدا، والعيش ما نشفش عشان حتة الزبدة اللي احنا حطيناها. حاجة كده تجنن. انا مش عارفة ازاي ما عملتهاش قبل كده. تحفة، لو جربتوها هتعملوها كل يوم. بص جمالها في الطبق عاملة ازاي. يا خرابي جميلة وريحتها تجنن. يلا بينا ناكل سوا وبالهنا والشفا. وهستنى رأيكم. مع ألف سلامة.